في برشلونة الكامب نو كان دايما بيتنفس باسم واحد، ميسي. لكن الماتش ده غير. البرشا نزلت ارض الملعب من غير ميسي لانه كان مصاب وقتها. الجمهور قال انت هتلاعب الخصم الازلي لبرشلونة ريال مدريد. الكل كان فاكر ان غياب ميسي عن الماتش ده معناه ان برشلونة تقدم اداء سيء وهتخسر، لكن الليله دي كان في شخص واحد بس مستعد ياخد كل الحمل على كتافه، الاورجواياني لويس سواريز. برشلونة داخله الكلاسيكو متصدره الدوري لكن مش بفرق كبير، وريال مدريد في ازمه بعد رحيل كريستيانو رونالدو ومشاكل كتير مع المدرب لوبيتيجي، وميسي مصاب، فالعيون كلها متوجهه على سواريز. ازيك يا كاتالوني؟ انا اسمي بيدرو، والفيديو ده من سلسله اعظم اداء كروي في التاريخ. في السلسله دي بنجيب ماتش مهم جدا في تاريخ البارسا، بيكون بطل الماتش ده لعيب واحد بس، وبنحلل تاثيره في الماتش اذا كان من حيث الاهداف او الاسيستات او حتى روحه في الملعب. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وتعالى نشوف اعظم اداء كروي للبيستوليرو مع برشلونه. الماتش بيبدا وبعديها بحبه محاوله بنزيما بس بتروح عند الجمهور. لحد دلوقتي الريال هو اللي ماسك الكوره لحد ما بتيجي الدقيقه العاشره، وبرشلونه بيبدا يضغط اكتر. وبعديها على طول في الدقيقه ال11 جوردي ألبا بيدخل منطقه الجزاء وبيلعبها لكوتينيو عشان كوتينيو يجيب اول جول، وكده النتيجه بقت 1-0. وبعديها محاوله من جارس بيل بس بتكون سهله عن تير شتيجن. ومن دلوقتي لحد دقيقه 23 الماتش كله رايح جاي، فرص هنا وفرص هنا. هتسالني وتقول لي ليه الدقيقه 28؟ عشان فران هنا بيعمل تدخل قوي على لويس سواريز جوه منطقه الجزاء، والحكم هنا بيحسب ضربه جزاء لبرشلونه. طيب ميسي مش موجود، مين اللي هيشوط ضربه الجزاء دلوقتي؟ سواريز راح خد الكوره راح ثبتها جوه منطقه الجزاء وبكل هدوء يحط الجول الثاني لبرشلونه عشان يبدا بالجول ده اعظم اداء ليه في تاريخ الكلاسيكو. بعد الجول ده في كام محاوله حصلت لكن مفيش ولا واحده منهم دخل الجول والشوط بيخلص. طيب خلينا قبل ما نبدا الشوط الثاني خلينا نتكلم عن بطل الفيديو ده شويه. سواريز عمره ما كان 9 الكلاسيكي، سواريز طول عمره مهاجم مقاتل شرس، بيضغط على كل كوره، بيموت نفسه على كل كوره، ما بيسيبش مدافع يرتاح. العضاد اللقب اللي لزق فيه، بس الحقيقه هو كان وحش بره الصندوق وكمان جوه الصندوق، حاجه كده من بواقي الظاهره رونالدو. الراجل ده من ساعه ما جه برشلونه ما كانش لاعب بيسجل بس، لا كان لاعب مولود او موجود عشان اللحظات الكبيره، ولما الكامب نو كان بيحتاج بطل كان دايما بيكون موجود. الشوط الثاني بدا وريال مدريد داخل يهاجم زي المجانين، عايز يرجع في الماتش، وفعلا ضغط الريال ده يجيب نتيجه ومارسيلو يحط جول والماتش يولع والريال لسه بيضغط. في اللحظه دي كله كان متوتر الا سواريز، ولا كانه كان متاثر، بالعكس الجول ده والفرص دي خلته يتحول لوحش جعان اكتر. اول دقيقه في الشوط الثاني هو بيضغط على كل كوره، خلى راموس وفاران مش عارفين يتنفسوا، كل لمسه ليه الكامب نو كله كان بيقوم يقف، كان الناس كانت حاسه ان في حاجه كبيره جايه. لحد ما جت اللحظه عرضيه من سيرجيو روبرتو وسواريز يطير في الهواء ويعمل رأسيه سحريه في الجول. لويسيتو دراكولا في كل مرة في كل مكان في كل موعد، انظروا إلى معشوقهم محبوبهم، ابتسامة عريضة لمهاجم لا يرحم، مستحيل يا سواريز في كل الطرق والأنواع بكل الوسائل والأهداف من الثابتة من المتحدث. الملعب بيولع ولاعيبه الريال مش فاهمه ازاي الراجل ده عمل كده، بس القصه لسه ما خلصتش. كل دقيقه جوعه بيزيد اكتر، يتحرك هنا يفتح مساحه هنا يربك دفاع مدريد كله، وبعدين تيجي القاضيه هجمه مرتده سريعه، سواريز يستلم الكوره وينفرد بالجول، كورته قدامه ومتقدم، فسواريز يقرر انه يرفع الكوره من فوق بلمسه سحريه كانه بيلعب في جنينه بيته مع ابنه الصغير. بس استنى، ايه ده؟ هاتريك؟ ده هاتريك في الكلاسيكو. الماتش لسه ما خلصش عشان تيجي عرضيه من ديمبلي وفيدال ياخد فيهم نصيب ويحط الخامس، والحكم بيصفر والماتش بيخلص. وفي الاخر يا كاتالوني الليله دي ما كانتش مجرد كلاسيكو، الليله دي كانت لحظه الحقيقه. ليه بقى؟ لان الكلاسيكو دايما اتربط باسمين، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واحد في الكامب نو والتاني في البرنابيو، هم اللي كانوا بيشيلوا الماتش ده على كتافهم. فلما رونالدو ساب مدريد وميسي اتصف في الماتش ده الناس كلها قالت خلاص الكلاسيكو مات. بس سواريز كان ليه راي مختلف، قرر يقول ان الكلاسيكو ده بيرجع يعيش لما يظهر له بطل جديد. في الليله دي شفنا النسخه الكامله من لويس سواريز، المهاجم الجعان اللي بيجري على اي كره ضايعه، المقاتل اللي بيتخانق مع المدافعين كانها حرب شوارع، والقناص اللي بيخلص الهجمه بابسط لمسه. هاتريك على مدريد وفي الكامب نو ومن غير ميسي، مش اي حد يعمل كده. وساعتها الجماهير فهمت ان في برشلونه في لعيبه كتير غير ميسي يقدروا يشيلوا الفرقه لما ميسي ما يكونش موجود. وبالمناسبه التاريخ ما بيفتكرش الجول بس، التاريخ بيفتكر السياق، والسياق هنا بيقول ان سواريز مشي من الملعب وكل واقف يسقف له. وطبيعي جدا بعد الليله دي تلاقي ناس بتسال ازاي مهاجم زي ده قدر ينسينا غياب ميسي. والاجابه سهله يا كاتالون، لان الكوره مش مجرد اسماء، الكوره لحظات، والليله دي كانت لحظه لويس سواريز. وبس يا كاتالون، هو ده كان فيديو النهارده. سؤال ليك النهارده، ترتيبك لسواريز من ضمن افضل المهاجمين في التاريخ هتحطه رقم كام؟ تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.